السلام عليكم. اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. اول امبارح واحد بيقول لي انت شفت كروان مشاكل عمل ايه؟ قلت له عمل ايه كروان مشاكل؟ قال لي طلع في فيديو بث مباشر لمدة 7 دقايق يشتم في ابوه وابوه يشتم فيه بألفاظ يعاقب عليها القانون. بس كروان ما سكتش، طلع في فيديو تاني وقعد يحكي المعاناة بتاعته مع ابوه وازاي ان ابوه كان بيعذبه لفترات طويلة هو وامه، لكن هو قدر يتغلب على الموضوع ده ويبقى كروان مشاكل. الحقيقه ان انا استغربت مين هو كروان مشاكل وازاي اضيع من وقتي 3 دقايق او 4 دقايق اتكلم في موضوع تافه زي ده. واكتشفت ان الموضوع ترند في مصر وناس كتيره جدا بتتكلم فيه وملايين المشاهدات. في زمن بقينا بنصحى فيه كل يوم على ترند جديد، واحد عامل مشكله، واحد بيزعق في لايف، وواحد مشهور لمجرد انه بيقدم محتوى ملوش اي 30 لازمه. بقينا للاسف ندي وقت واهتمام للتفاهه اكتر من الناس اللي فعلا بتتعب عشان تفيد البشريه. لكن وسط كل الضوضاء دي طلع لنا شاب مصري جميل زي الفل شبهنا كده، اسمه مصطفى مبارك. سافر امريكا وهو عنده 17 سنه، شاب صغير وفي جيبه $1000. قدر في ال4 سنين دول ان هو يحصل على 3 بكالوريوس في علوم الهندسه من اكبر الجامعات في امريكا وهي جامعه كنتاكي. بعد سنين طويله من السهر والتعب والاجتهاد، اكيد تعب واكيد فشل اوقات، لكن الفرق انه كان مؤمن ان العلم هو الطريق الحقيقي للنجاح. قدر ان هو ينجح ويبقى حديث العالم وحديث السوشيال ميديا، وهو ده الترند الحقيقي، وده اللي لازم ولادنا تشوفه وتتعلم منه. لازم يعرفوا ان القدوة الحقيقية مش شخص طالع يعمل ترند يومين ويتنسي، لكن عالم او دكتور او باحث قدر بعلمه يسبب اثر حقيقي في حياة الناس. احنا عندنا ناس رفعت اسم مصر في جميع المجالات، ومشاهير زي الدكتور احمد زويل والدكتور مجدي يعقوب وفاروق الباز والدكتور مصطفى السيد والدكتور هاني الناظر. ناس العالم كله احترمها لانها قدمت حاجه تنفع البشر فعلا. في المقابل بقى بنشوف مين؟ اهتمام ضخم بناس زي كروان مشاكل وامثاله، لدرجه ان شباب صغير بقى حافظ اسماء مشاهير التفاهه دي اكتر من اسماء العلماء اللي تعبوا سنين عشان يخلوا حياه الناس افضل. الحقيقه ان الترند الحقيقي مش في فيديو تافه يضحك الناس دقيقتين وينتهي. الترند الحقيقي هو فكره تنقذ مريض، او عالم يكتشف علاج، او شاب يكافح لحد ما يرفع اسم بلده. الترند الحقيقي هو الحاجة اللي تسيب أثر طيب بعد ما صاحبها يمشي ويموت. العلم عمره ما كان مجرد شهادة بس، العلم نور وكرامة وبناء لمستقبل كامل. وكل دقيقة شاب بيقضيها في التعلم والاجتهاد هي خطوة حقيقية لبناء المجتمع كله. يمكن الناس تنسى أسماء كتير عملت دوشة على السوشيال ميديا، لكن عمرها ما هتنسى اسم عالم نفع البشرية، أو شاب مصري تعب لحد ما حقق حلمه وخلى بلده تفتخر بيه. عايزين نقدم لولادنا أمثلة